تحياتي. اليوم الخميس 26 مارس 2026، بفضل الله سبحانه وتعالى هطلت أمطار غزيرة منذ منتصف ليلة البارحة على عموم محافظة ديقار وبقية المحافظات الأخرى. طبعا ما زالت الأمطار مستمرة، نحن نتحدث معكم ورذاذ الأمطار يتساقط هنا على كورنيش مدينة الناصرية. هذه الكميات اليوم عجزت مناسيب نهر الفرات، اليوم ما شاء الله مرتفع المياه، واعتقد ايضا كذلك في نهر الغراب. هذه الكميات ستعزز من الخزين الاستراتيجي للمياه في عموم مناطق العراق، يعني جميع السدود ان شاء الله ستصل الى حد اقصى من خزينها الاستراتيجي. طبعا هذا سيمكننا ايضا من تخطي موسم الصيف المقبل بتوفير المياه. هذه النعمة تحتاج الشكر. ايضا ادارة المحافظة ليلة البارحة كان لديها اجتماع لخلية أزمة الأمطار. اليوم جميع أفراد أو أعضاء الحكومة المحلية يتواجدون في مناطق عديدة من أجل متابعة تصريف المياه، وكذلك مدراء الدوائر الخدمية. هناك أيضا مناطق غير مخدومة تحتاج إلى اهتمام. أعتقد وحسب اتصالاتي بأنه أغلب الدوائر الخدمية الآن في تلك المناطق من أجل إسعاف المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة. هذه النعمة تحتاج الشكر دائما. سأطلعكم على أجواء مدينة الناصرية، والأجواء ما زالت الآن السماء ملبدة بالغيوم، وهي تمنحنا أمل باستمرار الموجة المطرية حتى مساء هذا اليوم. دائما مدينة الناصرية وكل المحافظات العراقية تنعم بفضل الله سبحانه وتعالى مع استمرار الموجات المطرية. ما أتمنى أن تستمر هذه الموجة إن شاء الله خلال الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، حتى تسهم في إنعاش البلد بالمياه وكذلك تحسين الواقع البيئي. ما نأمله من الله سبحانه وتعالى أن يستمر بنعمته هذا على جميع العراقيين وعلى جميع الأصدقاء في كل دول العالم. سأطلعكم على صور جميلة من داخل المدينة، وتحياتي للجميع.